مرحبا بكم في وحدة من أغرب القضايا اللي هزت الرأي العام المغربي. جريمة خيبة في وسط فيلا بحي الليمون في الرباط. قضية عامرة بالأسرار والخبايا اللي تخليك تسمعها من الأول حتى للآخر. الشيفور ديال الطوموبيل وزبون خليجي وامرأة مغربية كلهم طرف في هذه القضية. كيفاش تلاقاو وشنو وقع داخل تاع الفيلا وشنو اللي خلى البوليس يخدموا ليل ونهار باش يحلوها. تابع معنا هذا الفيديو من الأول حتى للآخر باش تفهموا القصة. القصة تاع اليوم سميتها متعة القاتلة. هي قصة واحد الشيفور خدام في شركة تاع كراء السيارات. هاد السيد كان معروف عليه الالتزام في الخدمة، وهاد الشيء اللي خلى الشركة تختارو باش يخدم شيفور لواحد الزبون من دول الخليج واللي جا سياحة للمغرب وكرا الطوموبيل بالشيفورة باش يدور في بزاف تاع المدن المغربية. السيمانة الأولى عبد القادر الخليجي بزاف تاع المدن ما كان عارف عليه والو غير أن سميتو سليم. الشخصية ديالو شخصية عادية. الشركة وصت عبد القادر أنه ما يتفرقش على الطوموبيل وما يعطيش السوارت للخليجي وخا في الويكاند. من بعد ما جلس عبد القادر السبت والحد مع عائلته في الصباح تا نهار الاثنين حضر عبد القادر الفيلا اللي جالس فيها الخليجي في حي الليمون. لقى الطوموبيل ما خلاها، شعلها وخلاها تتسخن وكيتسنى الخليجي يخرج. بدا كيكمي كارو مورا الاخر والخليجي مازال ما خرج. مشى باش يدقر عليه لقى الباب محلول. بدا كيدقر فيه حتى واحد ما بيجاوب. طل من الباب ما بان ليه والو وما كيسمع حتى شي حاجه. صونا عبد القادر المدير تاع الشركه وعاود ليه كلشي وقال ليه دخل شوف لربما يكون الخليجي جاتو شي وعكه صحيه وطاح. دخل عبد القادر كما قال ليه المدير وبدا كيدور في الفيلا وشاف واحد البيت محلول وكان مظلم وكيبان ليه بحال شي واحد ناس في الكتاي. بدا كيعيط بسميت سليم ولكن والو ما كاين حتى حركه. هو يدخل هو يشوف كلشي كيبان ليه الخليجي وواحد السيده ناعسين فوق الكادري وغارقين في الدم. دخل عبد القادر ويخر بالزربه وصونا للمدير وعاود ليه شنو شاف والمدير بدوره صونا للبوليس. حضر العميد والمساعدين ديالو في البلاصه ولقاو عبد القادر صفر ومخلوع من داكشي اللي شاف. دخلوا للفيلا ومشاو للبيت اللي فيها الضحيتين وعرفوا انه ماتوا بسبب انه تعرضوا لبزاف ديال الطعنات بشي اداه حاده. بداو التحقيق ديالهم ومشاو كيحقوا في الجردة ولقاو الاثار تاع شي حد طلع من الصبر اللي كيطلع على الشارع. تبعوا الاثار ولقاو حتى الاثار تاع الطوموبيل كانت تما. قبل ما ينقلوا الضحيتين لمستودع الاموات باش يديروا لهم التشريح طلب منهم العميد يصوروها. من بعد ما هزوهم وداوهم لقى العميد التليفون كان بين لوسيد ولقاو في الحوايج ديالو وثيقه بنكيه بسميت سليم احمد صالح النجدي واللي كان كيدل على انه خليجي. سحب قبل 3 ايام مبلغ 5000 دولار وقلبوا حتى في الحوايج تاع السيده ولقاو فيها البطاقه الوطنيه ديالها. العميد علم جميع الرؤساء ديالو بداكشي اللي توصل به. السلطه لقات راسها كتواجه جريمه قتل مواطن من دول الخليج ولكن مازال ما عرفوا الجنسيه ديالو. من بعد ما توصل ولي الامن الرباط بمعلومات هذه القضيه اعطى امر لاهم فرقه جنائيه باش تشد هذه القضيه. توجهت مع العميد الفيلا اللي تقتل فيها الخليجي ووراهم جميع الدلائل اللي لقى التليفون والاثار تاع رجلين والطوموبيل حتى الوثيقه البنكيه. الضابط طلب من واحد الفرقه انها توجه للوكاله البنكيه اللي خرجت منها الوثيقه وياخذ منها جميع المعلومات المتعلقه بالخليجي وكلف 4 الاشخاص من الفرقه باش يقلبوا في المحيط تاع الفيلا ويسولوا كاع السكان اللي قريبين للفيلا. والضابط كلف بنفسه باش يرفع الاثار تاع الرجلين اللي كانوا في الجرده الاثار تاع الرويض تاع الطوموبيل. التشريح الطبي اكد بان الخليجي وديك السيده ماتوا بسبب عده طعنات في الصدر. وفي نفس الوقت خرجوا النتائج تاع الاثار اللي لقاو واكتشفوا ان الاثار تاع الرجلين كان ملونه الصباط تاع بلاستيك وان الاثار ديال الرويض ديال القدام السياره من نفس النوع اما الرويض الخلفيه ديالها ما كانوش من نفس النوع. فاش كانت الفرقه كدير خدمتها شاف الضابط ان عبد القادر مخلوع وتوتر وكيكمي قارو مورا الاخر وطلب منه يعاود ليه داكشي اللي عارف وعلى الاشخاص اللي كيعرف الخليجي. بدا عبد القادر كيعاود للضابط على ان الخليجي كيقلب غير على الملذات والزهو بحيث ان اول رحله دارها معاه قال ليه الخليجي انه باغي البنات وباغي الشراب. ولكن عبد القادر بين ليه بلي هو ماشي من داك النوع اللي كيعرف لهذا الشيء. من ديك اللحظه ولات علاقتهم عادي كيطلب منه غير يوصل للبلاصه اللي باغي صافي. عاود سولو الضابط على اشنو شاف في الايام اللي دوز معاه. جاوبو عبد القادر وقال ليه فهاد 10 ايام الاخيره كان كيجيب البنات كل ليله وهو قيله كان كيتعامل مع شي مول الطاكسي اللي هو اللي كيجيبهم ليه وكل صباح فاش كان يجي للفيلا كنشوفهم خارجين. جا المفتش اللي كان مكلف باش يعرف المعلومات على الخليجي بحيث عرف عليه ان سميتو سليم احمد صالح النجدي وانه الجنسيه ديالو سعودي وكيعرج بسبب رجله اليمنيه طول من رجله اليسريه. اتصلوا بالطبيب الشرعي وتاكدوا من هذه القضيه. اما الفرقه اللي كانت مكلفه باش تجمع معلومات من المحيط اللي كانت فيه الفيلا لقات واحد المعلومه مهمه من واحد السيده كتعيش في واحد البارتما كتشوف في الفيلا بحيث كتقول هاد السيده
أنها في الصباح ديال نهار الاثنين فاش كانت كتطل من البالكون شافت واحد جوج الأشخاص كيطلعوا مع السلطة الفيلا وكيخرجوا منها وركبوا واحد الطاكسي كان بلاصية تما. أما المفتش اللي كان مكلف باش يعرف الهوية تاع آخر رقم اتصل به السعودي نجح، عرفوا الهوية ديالو واللي الاسم تاعو سمير الهاوي وكيسكن في حي يعقوب. في البلاصة انتقلت الفرقة لذاك العنوان ولكن ما لقاوهش تما، ولكن مشاو للمحطة تاع التاكسيات وسولوا عليه تما وتعرفوا عليه وبقاو مراقبينه وتلقاو تعليمات بلي ما يقبضوش عليه حتى يجمعوا جميع المعلومات عليه. من بعد ما بعد على التاكسي استغلوا الفرصة وتأكدوا من الرويد تاع التاكسي اللي كيسوق ولقاو مطابقة الأطا تاع الرويد اللي لقاو وحد الفيلا. من بعد ما رجع ديمارا التاكسي وتحرك بها لشارع محمد الخامس. تبعتو الفرقة وقف قدام بنك المغرب ومشى هز واحد الميكا من الكوف، دخل البنك وتوجه للشباك فين كيحولوا العملات. وفي نفس الوقت تابعين جوج مفتشين، واحد كان واقف حداه وواحد بعيد عليهم ورافض الاتصال مع العميد، وامرهم انهم يخليوهش يصرف الفلوس اللي عنده ويقبضوا عليه ويجيبوه للكوميسارية. من بعد ما جابوه تاكدوا من الهويه ديالو، عرفوا انه صاحب الرقم اللي اتصل به السعودي. بدا كيحاول يراوغ وينكر ولكن جميع الدلائل واقفين ضده. بدا سمير الهاوي كيعترف كيتعامل كوسيط بين السياح الخليجيين والبنات والعيالات، كانوا كيدوروا معاه بمبالغ كبيره ولا معروف عن السياح الخليجيين. الخدمه في التاكسي ولات غير غطاء على داكشي اللي كيدير، وانه قبل جوج سيمانات صونا ليه واحد الخليجي ما كانش عارفه وكان سميتو سالم وطلب منه يجيب ليه بنت. في الغد ليه جاب ليه واحد البنت كما اتفق معاه، وفاش كان بيرجعها قالت ليه البنت انه عطاها 200 دولار وانه جبدها من واحد الباليزه كانت حامر بالفلوس. وبدا سمير كيفكر كيفاش يسرق ليه ديك الباليزه. السعودي كل مره كيصوني على سمير وكيطلب منه يجيب ليه شي بنت، وفي اخر مره طلب منه يجيب ليه شي امراه وتكون مبليه بالشراب. كان هذا الشيء في نهار الجمعه، جابها ليه الفيلا واتفق معاه باش يجي يديها في الصباح ديال الغد ليه، ولكن صونالي وقال لي انه غادي يمدد المده وطلب منه يجيب ليه الشراب والماكله. سمير فكر باش يدير ليه شي سيرو تاع النعاس في الماكله باش يرجع ويشفر ليه الباليزه، وتفكر صاحبه ميلود السعيدي باش يعاونو في هذا الشيء. جابوا داكشي اللي بغا السعودي وداروا ليه السيرو تاع النعاس في الشراب وداوه ليه مع العصر، وخططوا انه غادي يرجعوا ليه في فاش وصل ليه دخل سامي من الشارجون تاع الطواليت ومشى حل الباب لصاحبو ميلود. هاد الشيء مع 4 تاع الصباح دخلوا للبيت ولقاو السعودي وديك المراه ناعسين. بدا سمير كيقلب في الباليزه ولكن ما لقاوهاش، قال ليه صاحبو يقلب تحت الكاتري ما به الزغطات على الكاتري ويفيق الخليجي. واخا كان سكن بدا كيقول لهم اشنو كديروا هنا، طلع عليه ميلود وجدو. وفي نفس الوقت مشى سمير كيجي للكوزينه وجا موس وخشاه فيه وخشاه حتى في ديك المرة. لقاو الباليزه وهربوا. من بعد ما ركزوا السلطه على الفيلا وركبوا التاكسي اللي كان تاع سمير الهاوي. البوليس داو سمير لدارو ولقاو عنده الباليزه والباسبور تاع الخليجي، ومشاو لعند ميلود ولقاوه ناعس في دارو وشدوه ولقاو عنده فلوس من فئه 100 دولار وواحد الصباط اللي يعرفوا من بعد انه نفسه باش مشى للفيلا. سمعوا القصه تاع ميلود ولقاو مطابقه لداكشي اللي قال صاحبو سمير الهاوي. اما رجعت السيده اللي ماتت قال للبوليس انها كانت مبليه بالشراب وانه كان شك فيها مدة هادي، ما تاثرش نهائيا بالموت تاع الزوجه ديالو وخلى البلديه تكلف بالدفن الجثه ديالها. القصه ديالنا سالت هنا، نتمنى تكونوا خديتوا العبره وتفهموا ان الطريق الخايبه ما عمر النهايه ديالها غادي تكون زوينه.